بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع بتاعنا النهاردة هو ترشيد الطاقة عامة وترشيد استهلاك الكهرباء ثانية. طبعا الناس متضررة من غلق المحلات التجارية، وده بيأثر عليهم وبيأثر على الاقتصاد المصري. وفي ناس بتاكل عيش من الفترة الليلية اللي هي أصلا من بعد الساعة 9، يعني حتى صباح اليوم التاني. فاحنا مش هنعمل زي الناس، يعني ايه خالة الشكاية بس. يعني احنا مش هنشتكي وخلاص. اللي عايز يشتكي يقدم مقترح للحكومة وهي تدرسه. وأنا كمواطن مصري، يعني مواطن مصري عادي جدا، يعني بتشرف إن أنا أقدم مقترحي البسيط، وممكن ما يبقالوش لازمة، بس يا ريت الحكومة تاخده بعين الاهتمام. يعني أنا رأيي في الموضوع ده إن يبقى البديل للغلق من الساعة 9. طبعا في ناس بتشتغل بالكهرباء، في ناس بتتهرب، وفي أماكن منورة برضو يعني حتى بعد الغلق، وفي مدارس أنا شفتها الكهرباء مفتوحة فيها على الفاضي وهي مقفولة بالليل. يعني برضو احنا ما قضيناش على المشكلة. احنا عايزين نقضي على المشكلة يعني بطريقة يعني فيها فهم وعلم. مش قصدي ان الناس اللي عملوا غلق من الساعة 9 دي ان ما بيفهموش، لا. انا قصدي تبقى اكثر يعني جدية واكثر واقعية. يعني انا بقول عند اقتراح ده لترشيد الكهرباء يبقى كالتالي: احنا عندنا 24 ساعة، هنقسم كل محافظة ل 24 منطقة ونقطع فيها الكهرباء لمدة ساعة على التوالي، وكل محافظة هي حرة في تحديد أماكن والقطاعات ال 24 اللي هي هتقطع فيها الكهرباء. يعني يبقى من خلال تصميم برنامج آلي للعدالة في الانقطاع بين المناطق. وبعدين في شركات أو مصانع اللي هتتأثر تدفع ساعة الكهرباء دي على الأقل ضعف. وإنشاء إدارة لهذه المتابعة الآلية داخل كل محافظة تكون مشتركة ما بين، معلش أنا كاتب عشان ما انساش، مشتركة ما بين وزارة الكهرباء ورئاسة الوزراء. الأولى فنية والتانية للمسؤولية الإدارية أمام الشعب والناس. أن يجي بعد كده النقطة دي التفتيش الدوري على المحلات والمصانع الخاصة، لأن هناك الكثير من هذه الأماكن أو أغلبها بتعيش على الاحتيال وسيلة التيار الكهربائي. وإن الحملات طبعا مش عايزين بقى إيه، دي زيارة مفاجأة للسيد الوزير وكل الدنيا عارفة، طبعا بيحطوا ورد ويجهزوا النشيد الوطني. هنقول إن الحملات على المخالفات دي تأتي مركزية دون علم المستويات الأدنى، عشان ما تبقاش زي الزيارات المفاجئة الكوميدية. طبعا لازم يبقى في حلول. هنقول إيجاد البدائل للكهرباء من خلال تفعيل الطاقة البديلة اللي هي الطاقة الشمسية فوق الأسطح، زي في أماكن في مصر عاملاها. دي هتوفر غاز وكهرباء، ونعمل شاي بدل الكتل اللي بيستهلك كهرباء كتير. عشان الأستاذ محمد علي خير سمعته إن بيقول لازم نلغي الكتل ده عشان ما يزعلش بس. وأخيرا موقع الحكومة يستقبل مقترحات بتاعة المواطنين في كيفية ترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء. وأعتقد إن إحنا يعني الحمد لله ما شاء الله، الله أكبر، يعني إحنا 115 مليون نسمة. مش هيطلع من عندنا 115 ألف مقترح. ممكن ناخد بكتير من، يعني لو طلعنا بألف مقترح سليم ويمكن تنفيذه وقيم،
ووجيه اكيد هيبقى فيه. يعني المقترح البسيط اللي انا بقدمه ده يعني كنوع من البدايات لاستقبال الحكومة او الموقع الحكومي او موقع رئاسة الوزراء لمقترحات المواطنين في ترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء من غير تطبيل ولا رياء ولا نفاق ولا دروشة. يعني احنا عايزين اللي يشتكي يشتكي، بس يقول لنا او يقول للحكومة طبعا نعمل ايه. ايا ما كان المقترح بتاعك بسيط او سهل او ما يصلحش، انت قمت بجهد فكري، انت عايز تساعد بلدك من غير نفاق ولا تطبيل. انت عايز مصلحة بلدك اولا واخرا كمواطن صالح للمواطنة. يعني المقترح اللي انا اقترحته ده او شوية الكلام اللي ممكن ما يبقى لهمش لازمة في اطار الجد او الهزل في الموضوع ده، بس انا يعني برضو ضميري قدام ربنا وقدام بلدي من غير تطبيل ولا رياء ولا نفاق بقول للحكومة احنا عايزين نساعدك عشان احنا بنحب بلدنا. مواطن خالد فضل، واحد بيحب بلده. قط